المستولبة تتعلق بزي الداعية وسمته وما يظهر به من لحية طويلة وعباءة سابغة ومسبحة في اليد، أو ما يقوله وهو اجترار لكلام السلف والأئمة السابقين. نعم. نحن هنا نعرض رؤية جديدة بالمرة. نعم. سألت عن الشخص. نعم. ابن الظروف أم ابن العناد؟ يعني كل واحد بيكون ثمرة مواهب وملكات غرسها الله تعالى في فطرته، ووراثات عن الأبوين، وثمرة لتنشئة في الطفولة، ثم لمطالعات وعوامل المجتمع الأخرى. نعم. نحن نعلق أهمية كبرى على العوامل التي تؤثر على التنشئة الأولى. نعم. يعني من الطفولة الأولى. نعم. أعتقد أن التنشئة المثلى لطفل مصري أن يولد في الريف وليس في المدينة، اعتبرنا مجتمع زراعي. وألا يكون من عائلة غنية أو فقيرة، ولكن وسط تكفي احتياجاتها الضرورية ولكن ليس الكمالية. لكنك أنت ولدت في المدينة يا أستاذ؟ لا ما ولدتش في المدينة طبعا، ولدت في المحمودية. فأنا عايز أقول لك إيه، التنشئة المثلى يكون في الريف ويكون من أسرة معتدلة لا غنية ولا فقيرة، ويمكن يعني عندها ما يكفي احتياجاتها العادية، قد يطرأ ما يجعلها تبدع وسائل لتحقق الطارئ ده، فاهمني؟ نعم. يبقى عندها يعني تكيف وعندها قوة وعندها تقدر تصرف أمورها. أما لو كانت مفرطة في الثراء لا تمتحن. لكن هناك أسر سرية استطاعت أن تنجب عباقرة أيضا، يعني لا نريد أن نربط بين الفقر والإبداع على طول الخط. ليس الفقر ولكن الكفاية العادية. نعم. بالضبط. الصورة دي تحققت بالنسبة للوالد رحمه الله عندما قدم إلى المحمودية في سنواته الأولى. نعم. استطاع أن يكون نفسه بسرعة. نعم. وبسهولة. استطاع أن يبني بيت للأسرة، أن يأخذ مكتب على النيل. فكان المستوى المادي هو المستوى اللي أنا بقول عليه إنه يكفي ميسور الحال. ميسور عادي. والبلد بقى المحمودية الجميلة. طبعا. النيل عند المصب رائع جدا. النجيل المنتشر، الشمس، الهواء. في هذه البيئة ولد بكر الأسرة. نعم. ابنها اللي هو الإمام حسن بنا. نعم. فنشأ نشأة طبيعية وأمضى طفولة سعيدة جدا. ومن أجل هذا كان الأستاذ البنا صحته جيدة، لم يضع نظارات رغم أنه كان مدمن قراءة. نعم. في مستقبله. نعم. كانت الطفولة سعيدة جدا، ما كانش معقد مطلقا. كان شخصية بسيطة، شخصية منفتحة. الصورة دي اختلفت بالنسبة لآخر العنقود بقى اللي هو حضرتك. كينا بقى المربط الفرس. احنا تركنا المحمودية عندما كان سني 4 سنين. فلم أعش هذه الطفولة السعيدة في القرية، ولا أتمتع بالمناخ، بالشمس، بالهواء، باللعب الجماعي. فضلا عن أن الأسرة أصبحت مثقلة ب5 أو 6 أبناء. نعم. فاهمني؟ نعم. واضطرت إلى الانتقال إلى القاهرة، وانحشرت في الأزقة والحواري القاهرية. يبقى لا المناخ ولا الجو ولا الطبيعة كانت تسمح ولا المستوى المادي أيضا نعم. كان بيمضي بالسهولة والنعومة التي مضى بها.
من أجل هذا كانت هذه العوامل أثرت على النشأة بتاعتي، فكنت انطوائي مثلا في حين إن بس أنت هل تتذكر حياتك الأولى في الريف 4 سنين الأولى؟ لا ما تذكرهاش. لا تتذكر، لأن الإنسان لا يتذكر ما قبل 5 سنوات. بالضبط، يعني أنا أعتبر إني ابن المدينة، ابن حواري المدينة وأزقة المدينة المغلقة الضيقة. حتى في الناحية إني أنا يعني آخر الأبناء بيكون الابن البكر يتمتع بصحة جيدة وقوة. بس الابن الأصغر دائما يبقى مدلل. الابن الأصغر ليس مدللا لأنه بيجي الأعباء ثقيلة، فاهمني، والظروف سيئة، وبعدين حتى الظروف المادية بدأت في القاهرة. الظروف الاقتصادية، العالم يمر بالأزمة الاقتصادية بتاعت اللي هي من 29 و30، في عوامل عديدة جدا جعلت حياتي مختلفة كل الاختلاف عن حياة الإمام حسن البنا. بالضبط، فاهمني. فكانت بقى انطوائية، ضعيف الجسم، نحيل، لا يستطيع أن يلعب، ما عندوش كاريزما حسن البنا، ما عندوش، مش بس كده، ما عندوش الطبيعة الجميلة. كان ده جعل حاجة بقى غريبة. الهواية الوحيدة لجمال البنا كانت القراءة. لم يلعب في الحارة يعني ولم يلعب كمجموعة بل لم يركب بسكليت، حتى الآن لم يركب بسكليت. فاهمني؟ كانت المتعة الوحيدة هي القراءة. ما أن دخل بعد ما دخلوا المدرسة اللي هي قبل الابتدائية، المدرسة العادية، لأن ما كانش فيه كتاب. يعني برضه من حسنات التربية الريفية إن الابن دايما يودوه الكتاب، والكتاب يعلمه يحفظ القرآن ويحفظ القرآن. ودي طبعا يعني ميزة كبرى طبعا لا تتوفر في المدارس بتاعت المدينة. أنت ما لم تلتحق بالكتاب في المدينة أبدا، ولم تحفظ القرآن. ولم أحفظ القرآن. فاهمني؟ بل على الحفظ بالذات ملكة بتختلف عن ملكاتي. أنت بتعتبر نفسك يعني شخصية مبدعة وليست يعني شخصية حافظة. الفكر شيء والحفظ شيء ثاني، فاهمني؟ فبدأت بقى ملكتي الوحيدة، يعني بمجرد أن أتممت بالقراءة والكتابة وعرفت القراءة والكتابة من المدرسة الأولية، بدأت القراءة. وكما قلت وكلمت يمكن لك وفي بعض مناسبات أخرى إن الوالد رحمه الله كان يأخذني معه إلى المكتب. يعني أنت تكوينك يا أستاذ جمال كان ينزع إلى أن تكون أديبا أو كاتبا؟ لا، أنا وليس فقيها. يعني أنا كنت أردت لنفسي أن أكون كاتبا. فهمت؟ مش من الأول باستمرار. فبدأت بقى كاتب. ده عدته عدته القراءة والمطالعة. الأغاني مثلا كان موجود. كان في الأسرة 3 مكتبات: مكتبة الشيخ الوالد، مكتبة الإمام الشهيد، مكتبة الأستاذ عبد الرحمن البنا اللي كان له اتجاهات فنية وأدبية. كل هذه الكتب كانت تحت تصرفي. فبقى اقرأ ما شئت، التهم